السلام عليكم، اهلا بيكم في اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة باونتي شوكولاتة وجوز الهند، طعمه في منتهى الجمال بجد، في حتة تانية خالص. وهنعمله كمان بالبدايل الاقتصادية، وهيكون قريب جدا لو ما كانش احلى من الجاهز كمان، في خطوات بسيطة ومكونات مفيش ابسط من كده. كل اللي احنا محتاجينه كوباية من السكر، تلتين كوباية من اللبن، وهنقلب كده على النار لحد ما يدوب كويس جدا. عايزة السكر يدوب، وهنضيف ليه فانيليا ونقلب لما نتأكد ان السكر داب تماما مع الحليب ومع الفانيليا. هنزل بقى ب250 جرام من جوز الهند، وهفضل اقلب كده، هنزل شوية بشوية ومع التقليب. وهنزل كمان عليهم معلقة من العسل الأبيض، وهي اختياري لكن بتفرق جدا. السكر والعسل بيخلي جوز الهند يتماسك مع بعض لحد بقى ما كل السوائل تخرج منه ويكون كده متماسك وعامل معانا زي العجين، نقدر ان احنا نشكله بكل سهولة. كده يبقى أول وأهم خطوة بالنسبة لنا انتهت. هبتدي بقى الكمية اللي عندي كلها هنزلها كده في قارب، في اي حاجة مستطيلة، بحيث ان هي تكون سهلة معايا جدا لما اجي اقطعها وتاخد الشكل بمنتهى السهولة. هضغطها كده علشان تكون عاملة معايا طبقة متماسكة، ولما اجي اقطعها تتقطع معايا بكل سهولة، وهتسهل عليا عملية التشكيل جدا. في ناس بتعملها بتشكلها من الاول خالص بايديها، بس هيكون فيها تعب كده ومجهود علينا، فاحنا هنسهلها على نفسنا بان احنا هنضيفها زي ما احنا شايفين كده. اخدت بقى شكل القارب كده المستطيل، وبقت سهلة جدا في التقطيع. هبتدي بقى ان انا اقطعها صوابع زي ما احنا شايفين، وممكن نقطعها بالشكل اللي يعجبنا، يعني مفيش اي مشكلة خالص. هبتدي بقى احاول ان انا اقطعها كده قطع متساوية زي ما احنا شايفين. هي كده يعني تعتبر واخده الشكل النهائي اللي انا عاوزاه. انا كل اللي هعمله ان انا هصلحها بس بايديا كده، اظبط بس الحروف والطروف بتاعتها كده، ان هي بس تكون واخده شكل كده حلو. وبعدين معايا بقى 200 جرام من الشوكولاته، او قالب شوكولاته بار شوكولاته كبير. وهبتدي بقى ان انا هسيحه في حمام بخار ماء زي ما احنا بنعمل على طول مع الشوكولاته الخام. وهبتدي بقى كده ان انا هنزل القطعة بتاعتي كده في الشوكولاتة، طبعا بعد ما سبتها في القارب ساعة في الفريزر ان هي تتماسك. وعلى ما عملت الشوكولاتة برضو سبتها في التلاجة شوية ترتاح وتتماسك. وده بقى الشكل النهائي بعد ما خدت كده كفر شوكولاتة زي ما احنا شايفين. ومن جوه بقى زي ما احنا شايفين كده جوز الهند. عاوزه اقول لكم ان الطعم بجد بجد في منتهى الجمال، واحلى من الجاهزه. غنيه كده وحلوه جدا. وكمان عاملين القطع زي ما احنا عايزين للحجم، الحجم والشكل زي ما احنا عاوزين. اتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لي رايكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش بدعمكم، اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد من اكلة ماما. سلام.